الطريقة الصح إنك تسيب بصمتك قدام أي عميل محتمل في أقل من دقيقة. خليني أقول لك، أول دقيقة بتساوي الانطباع اللي بيقرر مصير الصفقة بينك وبين العميل كصاحب خدمة. لازم تكون عارف إن العميل المحتمل بيقرر في أول دقيقة بس إذا كان هيكمل يسمعك أو يقفل الموضوع ويسيبك ويروح لمنافس تاني. فإزاي تسيب بصمتك بسرعة وتعلق في دماغه؟ رقم واحد، ابدأ من المشكلة مش من الخدمة. ما تقولش أنا بقدم تصميم مواقع، قول أنا بساعد الشركات عندها مواقع مش بيبيع إنها تحول زياراتها لمبيعات حقيقية. المفتاح هنا تخليك بتحل أزمة مش بتوصف مهارة بس. رقم اتنين، قول نتيجة قابلة للقياس، يعني مثلا ساعدت أكثر من 50 عميل يزودوا مبيعاتهم بنسبة 200% خلال 3 شهور بس. الرقم هنا بيساوي المصداقية، والمصداقية زائد جذب الانتباه بيدوا انطباع كويس للعميل. رقم ثلاثة، استعمل لغة العميل مش لغتك أنت. ابعد عن المصطلحات التقنية واتكلم بلغة العميل، ووضح له أنت بتقدم له إيه فعليا بطريقة سهلة ومبسطة. رقم أربعة، اختم بدعوة واضحة لو ده نفس اللي أنت بتدور عليه. خلينا نتكلم وأشرح لك أكتر وما إلى ذلك. مش لازم تبيع من أول لحظة، لازم تفتح الباب صح بينك وبين العميل. الانطباع الأول بيدي الكلمات الصح والأسلوب الذكي. خلي كل دقيقة بينك وبين العميل بصمة ليك ما تتنسيش. ما توصلش العميل اللي أنت بس عايز تبيع له، وصل له إن أنت هدفك خدمته في المقام الأول والأخير، وبعدين البيع هيجي بشكل تلقائي. شكرا على المشاهدة وما تنساش تعمل متابعة. مع السلامة.